يا دنيا فيك الجميع متهان، شمس الحياة فرقتنا وما عادش ليها مكان، والضلمة صارت بيتنا ونستنا الكلام، عشنا عشان لقمتنا صرنا كما الأنعام، سرقوا يا ناس هبتنا وبددوا الأحلام، صمت وسكوتنا ساد وامتنع الكلام، عيشة عذاب في عذاب ما أنا اللي عشت جبان، عمر السكوت محل ولا رد في يوم حقوق، لما الميزان يختل لازم يا مصر نفوق، لازم يا مصر نفوق. الله عليك. مستغربين صمت ليه انفجر، مع اني عايش في المهانة من سنين، لما يسيء للمصطفى حبة غجر، يبقى انتوا ليه مستغربين؟ فرقونا وشتتونا، موتوا الحلم الجميل، قتلوا ابني كمان واخويا حتى ما سابوش الدليل، جوعونا وذلوا فينا وعشنا برضو مجبورين، بس اما تيجي على النبي سيد البشر يبقى امتحان للمسلمين. مستغربين لما يجوا يرسموه يحكوا عنه ويوصفوه، هم لو كانوا شافوه كنا قلنا معذورين، شافوا أخلاقه النبيلة الكرم ويا الأمانة كلهم متجمعين. مستغربين مع إنه أمي للقراية اختاروا رب العالمين، شافوا الصحابة من النبي متعلمين، هو النبي سيد البشر، هو ختام المرسلين، هو الكمال اللي اتوصف للمسلمين، هو فين وهم فين؟ مفيش مقارنة يا مكبوتين، أصل الحكاية من البداية هي غير من الأمين. مستغربين لسه هتكلم كمان وهصلي على سيدنا النبي في أعلى مكان الصلاة والسلام، وهعلم الناس الكلام، ولا عمري هسكت تاني أبدا، وهعلم الناس الكلام، وهعلم الناس الكلام. شكرا جزيلا للشاعرة أميرة مجدي.